احبابي ومتابعين قناه فاتي بيوتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا دائما بخير وعلى خير. اش اخباركم؟ اموركم هانيه؟ اليوم ان شاء الله حلويات اللي عباره على بتي بان وعلى فوري بطريقتي، والمكونات البنات اللي فيهم ساهلين كيجيو بصراحه خفاف ورطبين ودغيا كتوجديهم على بركه الله. غادي نوري لكم هانتوما كيفاش كيجيو، غادي يبانوا لكم. هنايا فوري غير بالعجينه وحده، هنايا فوري وهنايا بتي بان او شوكولا. يلا على بركه الله غادي نوري لكم المكونات اللي فيهم ان شاء الله. يلا تابعوني. بسم الله على بركه الله. هنايا غادي نحتاجو كاس ديال الماء، كاس العنبه ماء دافي، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه من العجين، 3 معالق كبار ديال السكر حبيبات او سنيده، بيضه بحراره المطبخ، ربع كاس ديال الزيت النباتيه، ساشيه ديال سكر فاني، وساشي ديال الخميره ديال الحلويات 7 غرام، وهنايا عندي نصف كيلو ديال الدقيق ديال الحلويات. يلا بسم الله على بركه الله نبدا ان شاء الله في التحضير. بسم الله على بركه الله. كاس ديال الماء، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، 3 معالق كبار ديال السكر حبيبات سنيده، نتوما على حسب الذوق ممكن ديروا 4 ولا 5. كاس نصف ربعه ديال كاس ديال الزيت، يعني ثلث كاس من الزيت، ساشيه ديال، وهنايا نخلطوا كاملين المكونات. بيضه، كلشي دابا غادي نزيد شويه بشويه الدقيق، ونخلط غير بشويه بشويه، بقى نزيدو حتى نكمل الدقيق ديالي. نص كيلو يا البنات ديال الدقيق فيه 5 د الكيسان ديال العنبه اللي فيه. ومن بعد ان شاء الله ما نخلط كامل العجينه ديالي غادي ناخذ الزبده ديال التوراق او زبده نباتيه، بيتو نتوما المهم ديروا في العجانه، خلطوا في العجانه وغير بيديكم. اللي بقى نزيد دابا وصلت الوقت باش نخلط بيديا. هانتوما كنخلط دابا بيدي. دابا غادي نزيد خميره ديال الحلويات، هانتوما نص كيلو كامل ديال الدقيق، وغادي دابا نجمع العجينه ديالي. هانتوما تنجمعها مزيان ونغطيها واحد 10 ديال الدقائق باش ترتاح. هانتوما درتها على سطح العمل وغادي ندلكها مزيان بحال هكا. هانتوما صغير الدلك،
حتى كتسمعوها كيخرج منها النفس. ها هكا هانتوما العجينه ديالي كتكون بحال ما هكا مرخوفه. ودابا غادي نرجعها هنا البول ديالي. المهم نرجعها للاناء بحال ما هكا، وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها حتى كيضاعف الحجم ديالها. ومن بعد غادي نرجع ليها ان شاء الله نديرها نسرحها فوق بوطاجي. المهم نتوما على في البلاصه فاش كتخدموا غادي نسرحها بشويه ديال الدقيق، ومن بعد ان شاء الله غادي نورقها بالزبده. هانتوما غادي نغطيها كامل ببلاستيكه ونخليها حتى ترتاح ويضاعف الحجم ديالها، ومن بعد ان شاء الله نرجع ليها. هانتوما العجينه ديالي هي ضاعف الحجم ديالها. دابا غادي نخويها من هنايا، غادي ندير فوق طاوله العمل، غادي نرش الدقيق هكا. الزبده ديالي 200 غرام ديال الزبده، حكيتها في الحكاكه باش تسهل على الاموريه. وهنايا الشكلاط. دابا العجينه ديالي غادي نحطها كامل ونخويها من هنايا، غادي نسرحها بحال هكا. من بعد ما سرحتها غادي ندير الزبده من هنايا غير في هذا النص كامل. هكا نحاول نقادها كامل هنا. غادي نهز هذا الجانب هذا بحال ما هكا، نسد هكا. وغادي ندلكها غير بالخاطر باش ما تخرجش ليا ديك الزبده. هانتوما الخاطر غادي نعاود بحال ما هكا لاباط ديالي. الجوكر تورق مزيان. ومن بعد غادي نجمعها بحال هكا نتوما، ونخليها واحد شويه ترتاح. ومن بعد نرجع ثاني نسرحها ونشكل ان شاء الله الكرواسون ديالي. بعد ما ارتاحت لينا واحد شويه غادي نقسم العجينه ديالي على جوج. فوالا هانتوما كيفاش كتجي لاباط، شفتوها؟ غادي ناخذ هذا النص هذا ونخفيه، وغادي نخدم بهذا النص اخر. هنايا غادي نرش بشويه ديال الدقيق ونسرح العجينه بسم الله بحال ما هكا. تنسرحها كامل صافي. من بعد ما سرحتها كنقطعها بحال ما هكا.
غادي نجمعهم. فوالا كناخذ الشكلاط بحال هكا، كنهز وكندوي بحال هكا ونقطع ونحط في لاطا. ترخفوا بيديكم، ما تزيروش عليها، غير رخفوا يديكم هكا. الا زيرتوا عليها كتجي كتحل من الوسط الجناب عفوا بحال ما هكا. صافي كنستمر بحال ما هكا حتى هانتوما. نحط في لاطا ديالي. هانتوما اللاطا درت فيها سميتو، درت فيها الورق غذائي، ولا نتوما دهنوه بشويه ديال الزيت. المهم غادي نستفهم كاملين هنايا ونخليوها تخمر واحد تقريبا، المهم تخمر ليا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه. انا غادي كامل انا وريت لكم الطريقه انا كيفاش كنديرها. غادي ندير هنايا في هاد النص الاخر اللي بطبيعه الحال سرحتها، غادي ندير كرواسون بحال ما هكا. صافي هانتوما غادي نقطع واحد شويه هنايا هكا. غادي نحط شكلاط هكا، وغادي نروري غير بالخاطر بحال ما هكا. هانتوما بتي بان من بعد ما خليتو بتي بان الفوري، من بعد ما خليتهم يخمروا ضعف الحجم ديالهم. هنايا درت بيضه مع شويه ديال الحليب، غادي نخلطهم. من بعد ان شاء الله غادي ندهنهم. الفران درتو كيسخن غير بالخاطر، بالنسبه اللي عندهم الفران العادي ديال الغاز غادي يشعلوا غير لتحت ويديروهم حتى يتنفخوا، ومن بعد يشعلوا الفوق. وحتى بالنسبه اللي عندهم الفران ديال الضوء غادي ندهنهم كاملين. صافي دابا دهنتهم، دابا غادي ندخلهم الفران. هادو زوقتهم بشويه ديال الحبوب القشقاش، وهادو من بعد ما يطيبوا ان شاء الله غادي نزوقهم بلوز افيلي. من بعد ما خرجت فوري، من بعد ما طاب ليا فوري مع بتيبان، نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. صراحه كيجيو خفاف وهشاش وزوينين في المذاق.